تفتكر ليه جالك الشغل اللي انت فيه دلوقتي؟ واشمعنى الست الطيبة دي بقت والدتك؟ او اشمعنى الزوجة اللي معاك دي هي زوجتك يعني؟ وليه انت راكب عربية او شايل موبايل كويس؟ او ليه صحتك كويسة اصلا؟ يعني ساعات ممكن نفكر ونقول يعني احنا تعبنا ونستحق وكده. انا معاك ان ده ممكن يبقى جزء من الاجابة، بس مش الاجابة كلها. خليني كده اقولك على تجربة وحاجة عملية عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. النهاردة لو حضرتك عندك صورة حلوة على الموبايل بتاعك انت صورتها، حاجة عشان تصور الصورة دي وتنزلها مثلا على الفيسبوك او على الانستجرام، الصورة دي في وراها موبايل اتصنع، في وراها سوفت وير اتعمل اندرويد او اي او اس، في وراها خامات ومعدات ومصانع وليلة كبيرة، في وراها برنامج اتحط على الموبايل مونتاج، في وراها حاجة اسمها فيسبوك وكتبت عليها كلام على الصورة دي فاستخدمت ايديك واستخدمت فكرك. الفكرة كلها عشان الصورة دي تطلع في عقل اشتغل، العقل ده صنع موبايل، وعقل تاني صنع سوفت وير، وعقل تالت صنع برنامج، وعقل تاني اللي هو عقلك فكر يكتب على الصورة او فكر اصلا يصور الصورة دي. لو جيت بصيت للحاجات دي كلها هتلاقي ان اساسها اصلا هو خلق من مخلوقات الله اللي هو العقل. استخدم الطبيعة اللي هي برضو من خلق الله، فطلع منها حديد وطلع منها ازاز وطلع منها بلاستيك وطلع منها حاجات غير طبيعية. يعني احنا استخدمنا الطبيعة عشان نطلع امور غير طبيعية. وهتلاقي ان مين اصلا، يعني لو انت بتقول انا تعبت وبهدلت عشان اوصل للبيت او للشقة او العربية، طيب هو مين اللي خلى شريكة حياتك تستحملك اصلا بعد المشاكل والحاجات اللي انت عملتها او العكس؟ ومين اصلا اللي اقنع العميل بتاعك ان هو يجي يشتري منك، او اقنع المدير بتاعك ان هو يشغلك بعد ما سبت الانترفيو ومشيت؟ ومين اصلا اداك الفكرة ان انت تروح تقدم في الشغل ده او تروح تقدم في الوظيفة دي؟ ومين اداك الفكرة ان انت ممكن تركب عربية او ممكن تجيب بيت او ممكن تقدر على تكاليف الجواز؟ بعد بحث كبير جدا لقيت ان فعليا احنا بنوجه الفكر فقط. اشبه كده وانت راكب في العربية فبتعمل الطرا يمين، فكل العربية بكل الميكانيزم بالكاوتشات بالمساعدين بالموتور بيستجيب لطلبك فبياخد العربية يمين. بتدوس تفتح التكييف، انت تعرف بقى ايه اللي حصل والتكييف اشتغل مش عارف ايه وصل بايه، فالفريون اشتغل فالموتور اشتغل، تفتح ازاز وهكذا. فهتلاقي دايما ان الفاعل في كل الامور اللي احنا بنعملها هو ربنا سبحانه وتعالى. الفاعل رباني دائما. احنا بنعملش اي حاجة، احنا بس كل اللي بنعمله ان احنا بنوجه الفكر. ودي اخطر حاجة في الدنيا، ودي الحاجة اللي ميزت الانسان عن سائر المخلوقات، هي القدرة على اتخاذ القرارات، ان انت توجه فكرك في الاتجاه الصحيح. فعشان كده خد بالك كويس جدا 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 من كل الامور اللي انت بتفكر فيها، لان للاسف كل الامور دي هتبتدي توجه كل الكون لخدمتها. فلو انت قاعد تفكر في فشل، وقاعد تفكر في انهيار، وقاعد تفكر في قرف، وقاعد تفكر في ضيق، وقاعد تفكر ان الدنيا زي الزفت وفي مشاكل، فللاسف ده اللي هيحصل. الكون هيستجيب لك. واستغفر العظيم يا رب، ربك قالها مباشرة كده: الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يعني لو انت بتفكيرك وظنك سيء في الاله هتقول لي ايه ده؟ لا انا بفكر في الدنيا بس ان هي وحشة. ايوه، ما هي الدنيا دي من خلق مين؟ ما هو مين اللي مسير الكون؟ الله خالق كل شيء. رب خالق كل شيء، منه الكون ومنه كل الامور اللي انت عمال تقول الدنيا وحشة والرزق مش عارف ايه ومش هقدر ومش والدنيا داخلة على تضخم وداخلة على حروب وحرب عالمية ثالثة ومش عارف فلان بيقول خلاص هتقوم كمان شهرين مفيش الكلام ده. لما فهمت ان الفاعل رباني دائما، لا انا مش دعوه، مش قصتي بقى. انا كل قصة هحاول اتحكم في ده، هتحكم في العقل، هتحكم في الفكر، لان العقل الوحيد هو الجزء في جسم الانسان اللي الانسان بتشريحه ملوش اكسس عليه. هقول لك ازاي. في تشريح الانسان كده، لو حد مثلا لا قدر الله مات يعني وبيشرحوه يعرفوا سبب الوفاة، ممكن يفتحوا القلب يشوفوا فيه مش عارف حاجة، يحللوا الدم يشوفوا الجثمان ده مات بقاله قد ايه وهكذا. ولكن عمرهم ما هيقدروا يفتحوا العقل ويطلعوا هو الانسان ده كان بيفكر في ايه إلا خالق العقل. هو الوحيد اللي هيقدر، وهو اللي عارف إيه اللي بيدور في عقلك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخد بالك من ده، خد بالك من العقل ومن الفكر اللي مسجل فيه كل حاجة. حاول دايما توجه دفته زي المركب كده. مشراع زمان كان بيجيب الشراع كده فالمركب كلها تروح ناحية اليمين باستخدام الرياح اللي هي من خلق مين؟ من خلق ربنا سبحانه وتعالى. فحاول دايما انك تخلي دفة تفكيرك في اتجاه الإله. وهتمشي ازاي مش قصتك. ربنا في حرب من الحروب للمسلمين وقالها كده في كتابه الكريم: مد المسلمين بمدد من عنده، ملائكة نزلوا حرب. قالها كده صراحة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيساعدك ويا هناك لو ربك هو اللي رمى، بس انت المهم في الأول ترمي دفتك عليه.
ربنا يحفظكم يا رب، ويخلي دفة تفكيركم وأموركم كلها مع الذي على كل شيء قدير. سلام.